ماذا يحدث إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم أو أي قانون وافق عليه مجلس النواب؟ السلام عليكم. في الفيديو اللي فات وضحنا ان القانون اللي بيوافق عليه البرلمان لازم يعرض على رئيس الجمهورية خلال مهلة 30 يوم. طيب لو رئيس الجمهورية استخدم حقه الدستوري واعترض على القانون، ايه اللي بيحصل وقتها؟ في الحالة دي المادة 123 من الدستور والمادتين 177 و 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بتنظم الموضوع بشكل دقيق. أول حاجة رئيس الجمهورية بيرجع القانون ده للبرلمان وبيوضح أسباب اعتراضه، وأيا كانت الأسباب سواء كانت دستورية أو تشريعية أو حتى مرتبطة بالمصلحة العامة. ومجرد وصول الاعتراض لمجلس النواب بيقوم السيد رئيس مجلس النواب بتبليغ الأعضاء رسميا بالاعتراض وأسبابه، والبرلمان بيعقد جلسة عاجلة مخصوص عشان يناقش فيها الاعتراض من السيد رئيس الجمهورية. اللجنة العامة في مجلس النواب بتتولى دراسة المشروع. بعد كده بتعرض اللجنة العامة تقريرها على المجلس بسرعة، والمجلس عنده خيارين. الخيار الأول قبول الاعتراض. لو المجلس وافق على اعتراض رئيس الجمهورية هنا بيتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المشروع أو تعديله، وده بيكون بناء على المبادئ والنصوص. أما الخيار الثاني رفض الاعتراض، فهنا البرلمان ممكن يصوت على نفس المشروع مرة تانية، بس بشرط لازم في التصويت ده يوافق عليه ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب مش الأغلبية العادية. وفي حالة حدوث الموافقة ديت القانون يعتبر نافذ رغم اعتراض رئيس الجمهورية. وده بيعني بكل بساطة إن الاعتراض من رئيس الجمهورية حق دستوري أصيل للسيد الرئيس، لكن الكلمة الأخيرة قانونا بتكون للبرلمان إذا توفرت الأغلبية الدستورية المطلوبة لإنفاذ القانون. وباختصار وعلى أرض الواقع بالنسبة لمشروع قانون الإيجار القديم اللي بيحصل حاليا إجراءات تشريعية تالية للموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم طبقا للقانون والدستور. والهدف من الإجراءات دي إن القوانين اللي بتصدر تكون ناتجة عن مراجعة متبادلة بين البرلمان والسيد رئيس الجمهورية، والمعيار في النهاية بيكون الصالح العام والضوابط الدستورية. أتمنى أكون بسطت لحضراتكم المعلومة وقدمت لكم شيء يستحق المشاهدة، وربنا يحفظ بلدنا ويحفظ حضراتكم وكل أحبابكم. بالغ تحياتي وفي أمان الله.